بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش التوست. بدل ما نجيبه من بره الكيس ب 50 جنيه، لا هنعمله احنا في البيت باقل مقادير وبطريقه سهله. اول حاجه هنعمل معايا كوبايه الا تلت من اللبن اللي هو الحليب، معانا معلقتين من السكر، عليهم كيس من الخميره. اللبن يكون دافي يا جماعه مش ساقع. قلبي كده اهو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الخميره وفرت اهو معانا اهو. هنحطها بقى كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنيجي كده الخميره اتفعلت معايا اهوت. هنحط معلقتين من الزبادي، معلقتين اهم من الزبادي. هنقلبهم مع بعض كده زي ما احنا شايفين. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ادي واحد، اتنين، نص، وطبعا معايا معلقه ونص من البيكنج باودر كده. ونقلب وذره من الملح، معلقه صغيره من الملح. نقلب مع بعض ونتمنى الرحيم ونبتدي نعجن كل ده كله مع بعض. مقاديرنا كلها سهله وبسيطه. لو ما عندكيش زبادي ممكن ربع كوبايه من اللبن الحليب على معلقه صغيره من الخل. لو الدقيقه احتاجت ميه ولا حاجه نحط لها. هنعجنها مع بعض كده. هنحط معلقتين من الميه، مش كتير طبعا، ونعجنها مع بعض. تفتح شويه نرجع لها تاني. شايفين يا جماعه لغايه ما العجينه تبقى طريه معانا اهو. شايفين اهو ده الملمس بتاعها اهوت. كده هنفردها بقى كده ونحط لها معلقتين من السمنه. المعلقه ولا معلقه دي زبده يا جماعه مسيحه اهو. هعجن بقى كده وما تقلقيش لو اتقطعت معاكي مش هيجرى حاجه خالص. تعجنيها كده اهو. شايفين يا جماعه؟ ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه اللي وصل معايا الفيديو لغايه دلوقتي. انت ممكن تعمليها بميه بس الحليب بيخليها طريه وحلو، وطبعا في الطعم زي بره بالظبط. اعجني كده لغايه ما العجينه تلم معاكي. هتتفروت منك ما تقلقيش، هي هتتلم تاني. وطبعا نسمي ونصلي على الرسول عشان البركه يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. اتلمت معانا وبقت زي الفل. كده هنسيبها بقى تخمر. اتلمت من ايدينا واتلمت من على الرخامه ولمت نفسها بنفسها. ما تقلقيش من حاجه لو اتقطعت منك لو حطيتي السمنه معانا. شايفين قوامها كده؟ هنحطها في البوله تاني بقى ونغطي عليها وكده هنغطي عليها ونسيبها تخمر. وكده يا جماعه خلاص هنحضر القالب بتاعنا بقى. انا ما عنديش قالب سيليكون، ما عنديش اي قالب، اعمل ايه؟ لازم اتصرف. انا ما عندي بقى اطباق من هي ديت. شايفين اهي الالومنيا دي عملتها قالب اهوت، وهندهنه بالزيت مع بعض.
لازم احنا كده نتصرف مع بعضنا، نتصرف اهو. شايفين يا جماعه اهو، لازم كده كله جوانب كده وتعمليه قالب. مش هيقول لك لا، مفيش حاجه بتقول لا. وهنحطها على صينيه وتتخبز في الفرن. شايفين يا جماعه بكل سهوله اهو عملناه كده. خلاص بقى نركنه على جنب اهو القالب بتاعنا. ونيجي بقى الرخامه بتاعتنا نضيفه. هنجيب العجينه معانا. الرخامه نضيفه. العجينه اهيت معانا يا جماعه خمرت. هنهبطها بقى اهو ونطلع الهواء منها ونشيلها. شايفين هشه وخفيفه وناعمه كده اهوت. هنبططها مع بعض، تعمليها مستطيل كده على قد القالب بتاعنا. نشوف عرض القالب قد ايه ونعمله كده اهو. شايفين يا جماعه بكل سهوله. هنعمل معانا العيش التوست، ولا نشتري من بره ولا حاجه، ولا نشتري من بره ولا حاجه. خليها مستطيله كده ويلا مع بعض هنروح برمينها اهو. شايفين اهو بكل سهوله. تلفي لفتين وتقفلي. شايفين يا جماعه اهو، لفتين وتقفلي. العجينه سهله معانا اهو. شايفين خمرانه، هتخمر معانا كمان مره كده. وحاولوا تخلوها حجم واحد كده كبير كده. برضو هنخليها حجم واحد، نقفلها كده ونخليها حجم واحد. نحاول على قد ما نقدر نخليها حجم واحد. شايفين ايوه كده. هنجيب القالب بتاعنا كده بقى ونشيلها. هشه معانا ازاي يا جماعه؟ هشه وناعمه معانا كده. هنحطها في القالب ونسويها. نحطها في القالب بتاعنا كده ونسويها ونسيبها تخمر معانا كمان مره. شايفين يا جماعه اهو عملناه بكل سهوله. برضه هيخمر معايا وكده. بعد ما حطيناها في القالب معايا معلقتين من الزبده سيحناهم. هندهن وش العجينه بقى اهوت. شايفين والله القالب بتاعنا عسل كده. ادهني كويس كده قبل ما تحطها تخمر تاني. هتخمر معانا ساعه بعد ما ندهنها، عشان لو دهنتها بعد الخمر هتهبط معانا. كده دهناها اهوت. هنحطها في صينيه بقى ونركنها تخمر معانا ساعه. وبعد الساعه دي هنحطها في الفرن على الشبكه في النص. وطبعا مش هنقيد الشوايه، هنقيد من تحت بس. والفرن لازم يكون سخن من قبلها. شايفين يا جماعه اهو بكل سهوله كده. ما تنسوناش في اللايك بقى والشير يا جماعتنا، والاشتراك في القناه اللي بيشوفني لاول مره. لو استفدت مني باي حاجه بسيطه كده هننكرها بقى تخبى. وكده بعد ما طلع بقى هنغطيه، بس هو لسه سخن مش هنقطعه دلوقتي خالص الا لما يبرد. هنغطيه معانا بقى اهو بالفوطه ونسيبه يبرد. يلا كده بعد ما التوست ايه بارد معانا هنقطعه مع بعض بقى. نطلعه من القالب. شايفين يا جماعه اهو. شايفين احنا كده بقى هنشيله هنا داخل ده ونقطع براحتنا. هو مفروض علشان احنا عاملينه مش في القالب، احنا عملت قالب يعني ايه، استعرت قالب. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم.
ديت الطرف ده مش هناخده. شايفين يا جماعه؟ شايفين طري ازاي؟ هنحط بقى كده قدامكم اهو. وعايز سكينه مشرشره عشان يتقطع معانا بكل سهوله. شايفين؟ كيكه. شايفين؟ شايفين الطراوه؟ شايفين المسام بتاعته؟ شايفين المسام بتاعته؟ نقطع مع بعض تاني. لو قطعتوه كده وهو سخن هيتعمل معاك اهو. شايفين يا جماعه؟ احنا قطعنا معاك اهو العيش التوست، وده الباقي منه ممكن نقطعه ونحمصه ونسيبه ايه تاكلوه مع الشاي، وده ممكن تحطه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. العيش التوست عملناه بكل سهوله وباقل الامكانيات. شايفين شكله؟ شايفين يا جماعه؟ ده كده قطعناه طري اهوت. ممكن هنقطع ده ونحمصه نشرب مع شاي بلبن الصبح مع الفطار. والطري ده ممكن تحط عليه جبنه مربى تاكليه زي ما انت عايزه يعني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.